السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم أصدقائي؟ اليوم جايكم بقصة جديدة. هذه القصة تحاكي زمن من الأزمنة، يعني مو بعيدة ولا هي قريبة، يعني فترة التسعينات. هي مو بعيدة حيل، بعيدة لكن مو حيل بعيدة، قريبة شوي علينا. المهم هذا واحد يقول: كنت أتمشى، يعني أتمشى لحالي ما وياي أحد، وأشوف واحد إلا 4 ولا 5 واقفين قاعد يضربوه يمنى ويسرى، وشيل ايدك وحط ايدي، خطية مدمة. يقول شفته ولا هو مدمه. طبعا هاي القصة عن لسان اخوه. يقول شفته ولا هو غرقان بدمه ولا يقدر، يقول غرقان بدمه ولا يقدر، ما يقدر حتى يدافع عن نفسه، وكانت وياه يعني آلة جارحة وقاعد يدافع عن نفسه بيها. المهم الناس تضربه ويضربوه وما لكم بالطويلة. يقول أشوفه أخذتني الحمية. يقول قاعد أشوفه خطي الرجال ينضرب، نزلت أبكسر الشر مثل ما يقولون، أدافع عنه وأدافع عن نفسي وأبعد الناس عنه. ما يصير، يعني هذا الشي ما يجوز. المهم دخلت بينهم وبينه. يقول لا شوي واحد يلتفت علي قال تروح لا كذا كذا يا كذا يا ابن الكذا. المهم سالفة بها جزء من النص يقولون عنه طوط. المهم ولا باوع، ناس ما تخاف الله، والرجال بدوي عايفن أهله وناسه وجاي عند هالسوق هذا يسبب الله. يقول سوق بيع الخضار. المهم يقول جاي يتسبب الله وقاعد يبيع الخضروات اللي عنده والناس تشتري من عنده وهكذا. المهم الناس بالشة بيه بلش، رجال مبتلي، هو أساسا ما متعدي عليهم، لكن هم منزلين من سعر بضاعته وبنفس الوقت غالطين عليه. يقول أني هنا بعد ما أقدر، أخذتنا الحمية خلاص، بعد ما أقدر خلاص. أي واحد يحكي وياي ما أفهمه، وأي واحد داخل هذا الشجار أشوفه عدوي كائن من يكون. يقول والله أركب التويوتا. يقول من زمان كانت عندي تويوتا 90. يقول أخذ بموديله التويوتا 90. يقول أحطها واحد وأتقدم عليهم وأكفخ 2 من عندهم. المهم يقول شوية قدرت أباعد 2 من عندهم، دفعتهم تقريبا صار الموضوع دهست 2 من عندهم. يقول الناس التفتت ما التفتت ها هلا ما ها. يقول أفتح الباب، يقول الناس التفتت ها هلا ما ها. يقول أفتح الباب وخوي البدوي يقول والله أنا ما أعرفه. يقول لكن شفته يعني إنسان مظلوم قلت أفزع له. نصرة المظلوم على الظالم. المهم العفو، نصرة الظالم هذه وين؟ المهم يقول والله أفتح الباب وخوي يركب. يقول مشيت مسافة ولو يسألني يقول وين رايح؟ قلت والله ما أدري وين رايح. يقول أنا رجعت أسأل نفسي أنا وين رايح، وأذكر أني ما أهلي بالمدينة وأني ابن مدينة، ويعني المدينة لابد يعني يجيبوني. بذاك الوقت يعني مخابرات قوية ونظام مخابرات شوية، نظام استخباراتي قوي. المهم يقول ما لنا غير مكان واحد. يقول باوع على هيج قال انزل. يقول والله نزلت صعدت بمكانه هو. السيارة قمارة واحدة يعني ما تاخذ الا 3 أشخاص. يقول استبدلت المكان من مكان إلى مكان آخر. المهم ما لكم بطويلة. يقول أنا صعدت بصفه هو صار اللي يسوق. اي والله. المهم
يقول صعدت بصفه، هو صار اللي يسوق. يقول ينقلني من هين إلى هين، من هين إلى هين. يقول شوي ضاع الدنيا، صارت ليل وإحنا نمشي. يقول سألته، ما سألته، قال سألته وين رايحين؟ قال إحنا شوي ونطب جماعتنا إن شاء الله. قال له أدري بيك أنت لا تعرفني ولا تستعرفني، وتعرف أنت نصرة للمظلوم، أنا إنسان مظلوم. أدري بيك أنت، يقول أدري بيك أنت يعني جاي تنصرني، أنا إنسان مظلوم. يقول وتوكل على الله. هو بعد يتوكل على الله، يقول شوي إن شاء الله ولا إحنا داخلين عربنا. المهم يقول ما بقى شيء على العرب، يقول إحنا ندخلها. يقول لما سألته قال ساعة إن شاء الله وندخل. مر من الزمان ساعة. يقول والله أنا باوع صحراء أهلي، أنا متعود على المدينة، عمري ما طبيت الولاية، إيش دخلني هالمكان؟ يقول هناك أسمع صوت كلب ينابح بعيد. أي والله. يقول ولا شوية النوب أسمع لي صوت وأحاول أصرف الأمور. يقول لما دخلت شفت أبوه وأخوه عايشين لحالهم. أي والله. يقول دخلت شفت أبوه وأخوه عايشين بوحدهم، يعني لا يمنى ولا يسرى. أثار طلع على الرجال هذا هم عليه ثار، وثار قديم. يقول تارك المدينة اللي كان بيها وطاب للعراق. يقول من صارت عليه هاي السالفة ثار الرجال متعود. المهم يقول يعني يقول ثار الرجال متعود وأبوه متعود. يقول مالكم بالطويلة، وأقضي 15 سنة وياهم. 15 سنة. يقولوا 15 سنة ضبط، من 90 لما جت الألفينات. تدرون يعني أوضاع العراق تختلف من سنة إلى سنة ومن وقت إلى وقت. فيقول أوضاع البلد تغيرت ذاك الوقت. يقول مرت 15 سنة أنا ويا أبوه. يقول الربع عندهم حلال، أرعى بحلالهم، حتى بدأوا يحسبوا لي نفس عيالهم. يقول ابنهم عنده غنم وأبوهم عنده غنم، وابنهم الثاني بعد عنده غنم. الأب والابنين هذول اثنين عندهم غنم. اي والله. يقول الأب والابنين اثنين عندهم غنم. المهم يقول واني وياهم لما صارت لي غنم، صار لي أموال وياهم. وإذا تسألوني شلون صارت لي الأموال، لا اشتغلت. يقول لا اشتغلت ولا عملت، مجرد ما فزعت لهم. سبحان الله، اكو بشر قدرك على فزعتك وعن نخوتك وينتخب نخوتك، لذلك هم منتخين بنخوتهم. شايفيه هو انتخى وهم انتخوا بعد، حسبوا له وياهم بالغنم، حسبوا له وياهم بالفلوس وبمحاصيلهم الزراعية ويمنى ويسرى. المهم يقول مرت سنين على هاي السالفة، لا سنة ولا سنتين. ويقول يعني لحد ما جت الألفينات، مرت حقبة زمنية من كذا سنة إلى كذا سنة لحد ما جت الألفينات. بعدين صار بالبلد هذا تغير. المهم تغير ما تغير. يقول فاني قلت هسه الجماعة نسوا والدنيا نست. يقول قلت هسه الناس اللي تضاربت وياهم نسوا والدنيا نست والأمور صارت طيبة. اي والله. يقول رجعت لنفس مدينتي. المهم يقول لما رجعت لنفس مدينتي ولا العالم متغيرة والدنيا متغيرة،
رجعت وياي حلال وياي فلوس. اي والله يقول من رجعت عالم متغير تماما. يقول لقيت اخواني متزوجين، واللي من اهلي بعد متزوج، واللي مطلق. يقول قضيت سنين بالمدينة، قضيت مدة ما يقارب 5 سنوات. يقول فترة هاي ال5 سنوات، يقول فترة هاي ال5 سنوات اني قوة يلا تصبرت على روحي وقدرت اصبر. 5 سنوات. يقول يوم من الايام قاعد ذكرت كل شي مر بيا، عبارة عن سيناريو. السيناريو هذا مر بيا شلون ناس يتكلمون وياي، وشلون اسرح وياهم بالغنم، وشلون يقفون وياي، وشلون مساعديني ماني مساعدهم وواقف وياهم. يقول اهلي الحقيقيين ما حسيتهم مثل ما هم ذولا كنت احسهم اهلي. يقول كنت احسهم ناس مو بس اهلي، قطعة من روحي. يقول اباوع على السيارة، اباوع على روحي، اباوع على الامور. يقول خذنا الحنين وما قدرت اصبر لحظة. بعد فراق 5 سنوات اشغل السيارة وما قفل بالسماوة. يقول هاي الحادثة صارت بالسماوة. يعني انا انتقلت الى السماوة. المهم يعني من صارت الحادثة انا انتقلت ويا خويي الى السماوة. اي والله. يقول واشوف خويي واشوف وليده هذا راجع لاهله والعمامة، سكن عمامة السعودية. لما راجع يعني راجع للمملكة العربية السعودية، فراجع هو كان عليه ثار وجاي العراق. فلما راجع يعني محكوم الرجال وطالبين منه الفدية، وقبيلته واقفة وياه وشايلين الفدية. اي والله. وظل ابوهم ما يقدر يعوف الحلال ولا يقدر يعوف عياله، ولهين